إيه، مساء الخير ومعلش انا اسف والله، انا الايام دي تعبان جدا ومكتئب. حتى امبارح ماتش الاهلي والله العظيم ما كنت هتكلم عليه حتى لو الاهلي اتغلب. يعني حتى بين الشوطين كنت بقول الاهلي زي الزفت وكل حاجه، واعمل فيديو ان حتى لو الاهلي كسب هقول الاهلي زي الزفت. بس قلت لا، انا مش في دماغي اليومين دول، وعندي شويه كارب كده، ويمكن ربنا ان شاء الله ايه بيخفف عليا، وان شاء الله قدر الله ما شاء فعل. وقلت مش هفتح بقي خالص. بس الاهلاويه يسكتوا، لازم ينكشوني. فجاه بص الاقي الاهلاويه امبارح ماشيين يقولوا لي ايه، عاشور 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 عاشور. يا عم ماشي خير، الف مبروك. عاشور عالمي، عاشور جامد. ماما عاشور ده لعيب لوزاعي مش اي حاجه. وانا اقول لهم ماشي يا عم، انا مش في دماغي اصلا والله العظيم. وعايز اقول لكم على حاجه، هو ده امام عاشور ما بيظهرش الا في الماتشات الكومفلاش، الماتشات اللي ملهاش لازمه، يعمل لهم لقطه يعيشوا عليها بقيه السنه. الاهلاويه هيموتوا ويلمعوا امام عاشور. اول عبد الله السعيد ما جه نادي الزمالك الاهلاويه قالوا ايه، يا نهار ابيض، انتوا ايه يا جدعان، دار مسنين، انتوا عندكم عواجيز بس، عندكم شيكابالا ميت ومرحوم والكلام لهبل اللي بيقعدوا يقولوه دوت، وجايبين كمان عبد الله السعيد. حرام يا جدعان، يعني ميت واحد كفايه، يبقوا اتنين ميتين. جم يبصوا لقوا عبد الله السعيد انبهار، انبهار بمعنى كلمه انبهار. والاهلاويه نفسهم بيتكسفوا وهم بيتفرجوا على ماتشات الزمالك، يقول لك يا عم ده عبد الله السعيد ده بيصغر ما بيكبرش. الاعلام نفسه اللي مش محايد ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يسكت على اللي عبد الله بيعمله. بس بيعمل ايه، بيديك نبذه، يجي لك في الماتش يقول لك ايه، عبد الله السعيد بيعزف سيمفونيه ويسكت. لكن لو امام عاشور مثلا عمل بينيه مثلا كويس، يقعد طول الليل امام عاشور كان احسن لعيب في الماتش امام عاشور، ويقعدوا يطبلوا ويغنوا لامام عاشور للماتش اللي جاي. احنا بقى ما بنعملش كده مع عبد الله السعيد، وده العادي على فكره، لان عبد الله السعيد لعيب كبير، فهو اصلا كمان مش محتاج ان حد يطبل له ولا يفخم له، لان هو عارف تمامه ده اجمد لاعب في مصر وفي افريقيا. نيجي بقى للي مش طبيعي، انا بقى سايب الاهلاويه هيرتلوا بمزاجهم وقاعدين يهقوا عليا وامام عاشور وساكت خالص وكافي شيري خري. وقلت يا عم انا ايه، انا مش حمل اي منازعات دلوقتي ولا منهدات، انا فيا اللي مكفيني. فيسكتوا بقى ويحترموا نفسيهم؟ لا طبعا ما يسكتوش، لازم حد فيهم يجي ينكشني عشان انا اهمزه. فجيت ابص من شويه لقيت فيديو على الفيسبوك لواد كان بيلعب في الزمالك اسمه رضا العزب، كنا احنا مسمينه رضا دكه. دكه اللي هي دكه اللاعبين، مش دكه اللي هي بتاعت دكه اللباس، لا لا لا، دكه لاعبين. فلقيته بيقول حاجه مرعبه بيضحك بيها على الاهلاويه، وهو عارف ان الاهلاويه بيحبوا الكلام دوت وبيحبوا يهقوا فيه. بيقول لهم ايه بقى، شفتم يا اهلاويه الفرق بين امام عاشور الدولي وزيزو المحلي؟ امام عاشور لما اتحط تحت ضغط لعب وبره وجاب 3 اجوان. زيزو بقى المحلي لعب قدام ابو قير الاسمده وما كانش شايف، حط ضربه الجزاء ضيعها. طب يا رضا يا دكه، ما تيجي ابيض عليك، سمعت اغنيه توليب؟ ما تيجي اعدي عليك، لا لا لا، ما تيجي ابيض عليك. بص الحمد لله رب العالمين ان زيزو ما كانش شايف في ماتش ابو قير الاسمده، لكن الحمد لله كان شايف في ماتش السوبر الافريقي، كان شايف في ماتش نهائي الكونفدراليه هنا وهناك، كان شايف في ماتش السوبر المصري اخسرناه بس كان احسن لعيب ده زيزو. لكن انت قول لي امام عاشور بقى اللي انت جبته هو واسامه ابو علي بقى، عشان ايه اخد الاثنين مع بعض. انتوا لعبتوا السنه دي ومعاك امام عاشور ومعاك اسامه ابو علي 6 ماتشات مهمين، 6 ماتشات مهمين جدا جدا جدا، اللي هما 2 نهائي افريقيا قدام الترجي وباتشوكا، وماتشين الزمالك اللي هو السوبر الافريقي والسوبر المصري، وماتش كان في الدوري ما بيننا وما بينكم والجزيره اللي ساعكم فيه جونين. طيب كان فين بقى امام عاشور يا سيدي في ال5 ماتشات المهمين دول؟ كان فين وسام ابو علي في ال5 ماتشات المهمين دول اللي انت اصلا جايب اللعيبه دي للماتشات المهمه دي؟ في الماتشات المهمه دي اللعيبه دي بتختفي، لكن الماتشات التافهه الهايفه، ايه استاد ابيجان ده؟ انا اتهيألي يمكن تاني مره ولا ثالث مره يخش دوري الابطال. يا راجل ده انا عندي ناصر منسي جاب هاتريك في المريخ السوداني، المريخ السوداني التاريخ اللي هو زي الاهلي والزمالك في مصر، ده في السودان عملاق من عمالقه الكره السودانيه، جاب فيهم هاتريك. وفي الماتش ده جبنا اسرع جون في تاريخ دوري ابطال افريقيا، مصطفى شلبي، مصطفى شلبي اللي احنا كارهينه مش عايزينه يلعب، جاب جون في الثانيه 11. فده تاريخ احنا ما بنترسمش بيه. يا ابني يا حبيبي، عايز تكلمني على لعيب، كلمني على لعيب بيظهر في الماتشات الكبيره. بس انا بفهم كوره ومش هكدب، وسام ابو علي فرده تقيله قوي بس ما بيظهرش في الماتشات التقيله، وافتكروا كلامي. فيا عم رضا يا دكه، افهم كلامك واعرف انت بتكلم مين. هم الاهلاويه بيحبوا يضحك عليهم بالكلام دوت وبيحبوه جدا، بس العبد لله والزملكاويه هيعرفوا يرد عليك. شوف يا ابني مين اللعيب الجامد اللي بيستمر. لكن امام عاشور يظهر لي في ماتشات ملهاش اي لازمه. يعني اخر مره ظهر فيها امام عاشور كان امتى؟ ماتش العين اللي هو تعبان، اللي انت كده كده بامام من غير امام كنت تكسبه، والله العظيم العين ده المحله تكسبه. فما تمثلوش علينا، احنا عارفين تمامكم، انتوا بتظهروا في الماتشات الضعيفه. عندنا ماتشات قويه جايه، يبقى وريني امام واسامه ابو علي هيعملوا ايه. وسام يظهر في ماتش في الدوري كده يجيب له جونين بتاع، لكن نهائي افريقيا مفيش، السوبر الافريقي مفيش، السوبر المصري مفيش. يا عم بقى ريح، يا عم ريح يا دكه،
يلا عموما النهارده ماتشنا ان شاء الله ماتش سهل، والزمالك ما يصعبوش علينا مع بلاك بولز، ونكسب ونصعد ونبقى الاول، وان شاء الله ناخد الكونفدراليه، ونشوف هنلاعب مين في السوبر الافريقي. واوعى تيجي يا اهلي. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني، وادعي لي ربنا يفك كربي من اللي انا فيه دوت، وان شاء الله اللي جاي احسن. السلام عليكم.